25 طريقة لزيادة الثقة بالنفس. رجعي ثقتك بنفسك بكل سهولة. أنا جاية أقولكم النهاردة عن موضوع بيهم كل واحدة فينا، إزاي نقدر نزود ثقتنا بنفسنا. 25 طريقة لزيادة الثقة بالنفس. 1. اعتني بشكلك، لأن أول انطباع دايماً بيفرق. 2. اختاري المظهر الأنيق اللي يعبر عنك بثقة. 3. شوفي نفسك بعين التقدير مش بعين النقد. 4. فكري بإيجابية حتى وسط الصعوبات. 5. انسفي الأفكار السلبية فور ما تظهر. 6. اعرفي نفسك، نقاط قوتك وضعفك. 7. تصرفي بإيجابية حتى لو الموقف صعب. 8. كوني كريمة ودودة، الطيبة مش ضعف. 9. كوني مستعدة دايماً للفرص قبل ما تيجي. 10. اعرفي مبادئك وتمسكي بيها مهما حصل. 11. اتكلمي بهدوء، الثقة مش في الصوت العالي. 12. افرضي قيمتك، خلي جسمك يتكلم عن ثقتك. 13. اشتغلي على مهاراتك وطوري نفسك. 14. غيري عادة بسيطة كل يوم للأحسن. 15. حطي أهداف صغيرة وحققيها بخطوات ثابتة. 16. ركزي على الحل مش على المشكلة. 17. ابتسمي، الابتسامة قوة وسحر. 18. مارسي الرياضة، جسمك بيأثر على طاقتك. 19. احمي نفسك بالمعرفة، تعلمي دايماً. 20. خلصي المهام اللي مأجلاها. 21. ابتعدي عن الكسل، الحركة طاقة. 22. قسمي المهام الكبيرة لخطوات بسيطة. 23. تخلصي من الفوضى اللي حواليكي. 24. شاركي في الأعمال التطوعية، الخير بيزيد الثقة. 16. ودايماً تابعي للمزيد من نصايح اللي تقويكي كل يوم. يمكن تكوني سمعتي قبل كده إن في 25 طريقة بسيطة ممكن تغير حياتك للأفضل، زي إنك تعتني بشكلك وتلبسي بذوق، تحسني صورتك الذاتية وتفكري بإيجابية، وتنسي الأفكار السلبية وتعرفي نفسك بصدق، تتصرفي بإيجابية وتكوني كريمة ودودة، تكوني مستعدة دايماً وتحافظي على مبادئك، وتكملي الطريق بخطوات بسيطة زي إنك تتكلمي بهدوء، تفردي قيمتك، تشتغلي على رفع كفاءتك، تحطي أهداف بسيطة وتحققيها، تركزي على الحلول بدل المشاكل، تبتسمي، تمارسي الرياضة وتغذي نفسك بالمعرفة. كل دي خطوات بتبني الثقة خطوة بخطوة. وعلشان كده النهاردة هنتكلم سوا عن رحلة بناء الثقة بالنفس. هقول لكم على حاجة يمكن تغير حياتكم. الثقة بالنفس مش غرور، ومش إنك تكوني أفضل من غيرك. الثقة الحقيقية هي إنك تعرفي قيمتك حتى لو محدش قالك برافو. الثقة مش بتتولدي بيها، الثقة بتتبني خطوة بخطوة، وهنمشي فيها سوا النهاردة. أولاً، ابدأي بنفسك. اعرفي نقاط قوتك، اكتبيها في ورقة علشان تفتكريها وقت ضعفك. سامحي نفسك على أخطاء الماضي، لأن اللوم الزائد بيكسر الثقة. اهتمي بمظهرك مش علشان الناس، لكن علشان تحبي نفسك لما تبصي في المراية. ثانياً، غيري طريقة كلامك مع نفسك. 4. توقفي عن جلد الذات واستبدلي أنا فاشلة بأنا لسه بتعلم. 5. احكي لنفسك كل يوم إنك قادرة، لأن العقل بيصدق اللي بيسمعه. 6. ابتسمي لنفسك كل صباح وافتكري إن يومك يبدأ من جواكي. حكمة: ما دمت تصدقين أنك قادرة فقد قطعتِ نصف الطريق. ثالثاً، خدي خطوات صغيرة. 7. ابدأي بحاجة بسيطة حتى لو خطوة صغيرة كل يوم. 8. كل إنجاز مهم كان بسيط احتفي بيه. 9. قولي نعم للتجارب الجديدة ولا للحاجات اللي بتستهلكك. رابعاً، تعلمي من الفشل. 10. الفشل مش عيب، هو درس مكتوب مخصوص ليكي. 11. شوفي أخطائك كمرحلة في طريقك مش نهاية. كل ما تقعي قولي أنا بتعلم أو أقف أقوى. حكمة: من لا يسقط لا يعرف كيف ينهض. خامساً، اهتمي بعلاقاتك. 13. قربي من الناس اللي يشجعوك وابعدي عن اللي بيقللوا منك. 14. امدحي غيرك من القلب، لأن الثقة مش غيرة، الثقة محبة. اختاري بيئة تبنيكي مش تهدمك. سادساً، طوري نفسك دايماً. اقري كتب، اسمعي بودكاست، اتعلمي مهارة جديدة. 17.
كل معلومة جديدة بتضيف طوبة في جدار ثقتك بنفسك. 18. جربي حاجات عمرك ما عملتيها وتفاجئي بقدرتك. 7. اهتمي بروحك وجسمك. مارسي رياضة حتى لو بسيطة. 20. كلي كويس ونامي كويس، الجسم المرهق ما يعرفش يثق. 21. خدي وقتك في التأمل أو الصلاة، لأن الطمأنينة من جواكي هي أساس الثقة. 8. كوني لنفسك سند. 22. لما الدنيا تضغطك احكي مع نفسك زي ما تكوني صديقك. 22. ما تستنيش دعم من الناس، ادعمي نفسك بنفسك. 24. اكتبي كل يوم 3 حاجات بتحبيها في نفسك. وأخيراً، دول 25 طريقة للثقة بالنفس، وآمني إنك تستحقي الأفضل، لإنك فعلاً تستحقي. الثقة مش حاجة بتيجي مرة واحدة، دي رحلة وكل يوم فيها خطوة. الختمة، خدي نفس عميق كده وقولي معايا: أنا قوية، أنا واثقة، أنا كفيلة أواجه أي حاجة بإذن الله. خلي الثقة عادة مش لحظة. ابدأي النهاردة بخطوة بسيطة، ابتسامة أو كلمة تشجيع، أو إنك تبصي في المراية وتفتكري أنا نعمة وربنا ما خلقنيش عبث. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة، واستنيني كل 2 وخميس الساعة 5. باي.